السلام عليكم ورحمة الله. شايفين وليمة البسبوسة الجميلة الخطيرة دي؟ مين بقى هيصدق انها كانت اصلها صينية كيكة هبطانة بايظة؟ كان المفروض انها تترمي، بس احنا عملنا لها اعادة تدوير وعملناها صينية بسبوسة خطيرة. محدش ابدا ابدا يقدر يقول انها كانت كيكة قبل كده. بسبوسة بسبوسة يعني. يلا بينا نعرف احنا عملناها ازاي. اول حاجة معايا كده طاسة او صينية، حطيت فيها كوباية من السكر وسبتها تتكرمل. بعد كده دخلت اعمل العسل وحطيت على حسب الكمية، بس انا هعمل كمية كبيرة شوية، فحطيت 4 كوبايات من السكر و4 كوبايات من المية. بعد ما السكر اتكرمل معايا كده هجيب معلقتين كبار محترمين، يعني معلقتين كبار زي ما انتوا شايفين كده من السمنة او الزبدة، او اخلطهم. انا كنت مخلطاه الحقيقة، مسيحة سمنة على زبدة، فدول معلقتين تقريبا في مقدار نص كوباية محترمة او ازيد شوية. تمام كده. وبعد كده هقلبهم مع السكر اللي اتكرمل معايا بالشكل ده. بعد كده عندي حليب، هحط من كوبايتين ونص تقريبا، حوالي كوبايتين ونص، او ممكن اخلطه مية، يعني احط كوباية وربع حليب وكوباية وربع مية. تعالوا بقى البطل الفيديو بتاعنا النهاردة، وهو الكيكة البسبوسة دي. شايفين اللي احنا كنا عاملينها قبل كده ومفرزينها، اللي كانت قلت لكم عليها صينية كيكة باظت مني، ففرمتها في الكبة وحطيتها في الفريزر، مش هرميها خالص. بعد كده معايا كوباية لكوباية وربع من السميد، كوباية لكوباية وربع بس. حطيت عليها معلقة من البودر، وحطيت نص كوباية جوز الهند، ودي اختياري، اللي مش حابب خلاص. طبعا عندي الكراميل والحليب سبتهم يغلوا مع بعض، وحطيت الكيكة عندي الاول. انا كنت مفرزة وما سبتهاش تفك الحقيقة، فحطيتها قبل السميد بشوية. وطبعا طفيت بقى البوتاجاز بعد كده اما لقيت الكيكة فكت معايا، وحطيت السميد والبودر والجوز الهند، وهقلبهم كده مع بعض. انا مش هعجن ومش هقلب كتير، لان البسبوسة مش بتتقلب كتير خالص. تمام. بعد كده هجيب صينية بقى وهفردهم فيها بالشكل ده. وطبعا لقيت مفيش احسن من فردة الايدين، فبليت بس ايدي حبة زيت بسيطة لانها بتلزق في الايد جامد، ففردتها بس كده. وطبعا الفرن عندي انا كنت مسخناه قبلها وحطيتها، تاخد حوالي من 15 ل20 دقيقة. واخر 5 دقايق بولع لها الشعلة اللي فوق. بعد ما بتطلع بسقلها العسل بين البارد والسخن، مش اللي هو السخن اللي لسه بيغلي، ومش البارد قوي. بعد كده حطيت لها العسل بتاعها وسبتها تتشرب، وزي ما انتوا شايفين كده. ممكن انت تفتحيها شوية، هي يعني ايه، لانها معمولة بكراميل، فهي من جوه مدياني اللون الذهبي بتاع البسبوسة الجميل. وكمان من فوق كانت ايه، خدت سنة حمار كده، بس انت ممكن انك تفتحيها شوية يعني. بعد كده بقى كنت هقطعها، فقلت ما اعمل لها كده اي شكل اي منظر، واحط عليها شوية فستق. وبالمناسبة ده فستق كداب، يعني معمول بسوداني عادي خالص. وبعد كده بقى هنشوف البسبوسة الخطيرة بتاعتنا دي. صدقيني مفيش اي حد هيدوقها ويعرف ان دي مخلوطة بكيكة ابدا. يعني دي معمولة بسبوسة بسبوسة يعني. حتى شوفي الترميلة بتاعتها، شوفي بقى طعمها، عمر ما حد هيفرقها ابدا. بكده احنا عملنا انجاز، لاننا استغلنا الكيكة دي بنبقى دافعين فيها دم قلبنا، بيض وسمنة وسكر وزيت وكل الحاجات دي، وبعدين في الاخر نرميها. لا، احنا ممكن نعمل كمية البسبوسة ديت من كيلو سميد واكتر من كده. لا، احنا عملناها بالكيكة الهبطانة عندنا، فرمناها في الكبة وفرستها عندي كده. وكل ما اجي اعمل صينية بسبوسة اخلطها، بيبقى تقريبا التلت والتلتين، يعني ما بتكلفنيش كتير ابدا. بيبقى عندي السميد شوية صغيرين، واخلط في الكيكة واعمل احلى صينية بسبوسة، ولا بيهمني هبطان كيكة ولا اي حاجة.
خلاص هستغلك ومش هرميك. شايفين المنظر؟ شايفين المنظر اللي يفتح النفس؟ بالله عليكم، دي منظر بسبوسة معمولة من كيكة هبطانة. وعلى فكرة والله دي مش كل الكمية، والله يا جماعة دي مش كل الكمية، دي اتاخد منها كتير جدا. يعني عايزة اقولك انها تفرط معاكي بطريقة رهيبة، مش هتعرفي كل الكمية دي جاتلك منين. لان طبيعي الكيكة عندي اما بتبقى هبطانة بتبقى مش حاساها كده حاجة صغيرة، مش نافشة خالص. انما بعد كده اما هتحط لها بودر وترجعي تسقيها عسل هتفرط معاكي بطريقة. يعني انا عملت صينية محترمة تكفي عيلة واكتر. ومعرفش الكمية والبركة دي جت منين بجد. الكمية كانت بسيطة خالص والكلفة بسيطة خالص. جربوها